بيف استراجانوف من ألذ وأحلى وأسهل الأكلات اللي ممكن نعملها في البيت، ومش هنحتاج ناكلها في مطاعم بعد الوصفة دي. في طاسة على النار فيها زيت سخن هنزل بشرايح لحمة سكالوب، هخليها تاخد صدمة كده، وهنزل عليها ملح وفلفل بس، وهفضل اقلب فيها. انا عايزاها تنزل المية بتاعتها كلها وبعد كده تشرب المية بتاعتها، بس انا مش عايزاها تستوي خالص. هفضل اقلب بس فيها كويس لحد ما تاخد لون كويس قوي. بدأت تاخد اللون اللي هو البني شوية اللي انا عايزاه. اول ما الاقيها شربت المية بتاعتها هشيلها في طبق، وفي نفس الطاسة هنزل زبدة وبصل يكون مفروم كويس قوي وملح وفلفل، وهقلب. تركة ان الملح والفلفل احطه على البصل دي بتخلي الاكل في حتة تانية خالص. هنزل المشروم وهفضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون بني شوية، وهنزل بعد كده معلقة دقيق كبيرة، وهقلب الدقيق مع المشروم والبصل كويس لحد ما يختفي كده خالص. ونكون مجهزين شوربة سخنة، لو مش موجودة الشوربة السخنة هندوب مرقة في مية مغلية. زودت شوية مية مغلية علشان الشوربة عندي كميتها ما كانتش كبيرة. هنزل اللحمة تغلي غلوتين مع المشروم، وهقوم موطيه النار خالص لحد لما تكمل سوا. هي خلاص اللحمة كده استوت. هنزل كريمة طبخ، وبعد كده هنزل معلقة كبيرة من المستردة، وهقلبهم لحد ما لونها يتغير شوية. هسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده هنزل برشة بقدونس، ودي خطوة اختياري، ولو حابين تحطوا جبنة ممكن، بتخليها برضو طعمها حلو قوي. أكلة سهلة وما بتاخدش مننا وقت خالص، ممكن نعملها جنب رز أبيض، طعمها بيكون تحفة مع الرز الأبيض. أنا بحبها مع الرز الأبيض أكتر من المكرونة بكتير، وطبعا ممكن نعملها مع المكرونة بس تكون مكرونة مسلوقة أو مكرونة وايت صوص. هستناكوا بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم.